قبل ما نختار اسم القناة تعالوا بينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي إزاي نحلل المنافسين بتوعنا. كتير قوي مننا لما بتيجي في باله فكرة قناة، أول حاجة بتخبط في دماغه وبتخوفه هي المنافسة. الجملة دي آه بنسمعها كتير وبنحس بيها كمان. الواحد بيفتح يوتيوب يلاقي قنوات ضخمة في نفس المجال اللي نفسه يدخل فيه، وساعتها بيجيله إحساس إن خلاص الفرصة راحت وإن كل الأفكار الحلوة اتاخدت. الإحساس ده طبيعي جدا، بس صدقوني هو مش حقيقي خالص. الحقيقة بقى إن المنافسين دول مش عائق، بالعكس دول حرفياً الكنز بتاعك. وجودهم ده أكبر دليل إن في جمهور مهتم بالمحتوى ده أصلاً. المشكلة مش في وجودهم، المشكلة في زاويتنا إحنا وإحنا بنبص لهم. فبدل ما نشوفهم حتة سد، محتاجين نبدأ نشوفهم كخريطة طريق واضحة للنجاح. طب إزاي بقى نحول الفكرة دي لخطوات عملية؟ الموضوع مش مجرد إننا نراقبهم وخلاص. الهدف من تحليل المنافسين مش إننا نكون أقوى منهم، لأ، الهدف إننا نكون أذكى. يعني نفهم السوق ده ماشي إزاي، إيه اللي الجمهور بيحبه بجد، والأهم من كل ده إيه الثغرات أو النقط اللي لسه محدش غطاها. التحليل الذكي ده هو اللي هيخلينا ندخل السوق وإحنا فاهمين كل خطوة. أول خطوة عملية خالص عشان نبدأ التحليل الذكي ده هي في الاختيار. مش هنروح نخلل أي حد والسلام، لا، احنا محتاجين نختار مجموعة معينة، مجموعة استراتيجية، وهنسميها الخمسة الكبار. المجموعة دي بالذات هي اللي هترسم لنا صورة كاملة ومتكاملة عن السوق. طب مين هم الخمسة الكبار دول؟ متقسمين كالآتي: أول حاجة قناتين كبار جدا في المجال، ودول عشان نعرف السقف واصل لفين ونفهم إيه نوعية المحتوى اللي بتوصل للملايين. بعد كده قناتين حجمهم متوسط، ودول بيمثلوا المرحلة الواقعية اللي ممكن نوصلها في المستقبل القريب. وأهم واحدة فيهم بقى هي قناة صغيرة لكنها بتكبر بسرعة الصاروخ. دي هي الكنز الحقيقي، لأنها بتورينا إيه الأفكار الجديدة اللي بتفرقع مع الجمهور دلوقتي حالاً. تمام، كده احنا حددنا مين هم الخمسة الكبار بتوعنا. ندخل بقى على الخطوة التانية والأهم، التحليل الفعلي نفسه. لما ندخل على القنوات دي هنبص على ايه بالظبط؟ عشان ما نتوهش وسط كل الفيديوهات دي لازم نكون مركزين جدا. تحليلنا هيرتكز على 4 عناصر أساسية ومحددة. هم 4 حاجات بالظبط، 4 بس. دول مفاتيح فهم أي قناة ناجحة، ولازم نركز فيهم كويس قوي. أول حاجة هي العناوين. يا ترى بيستخدموا أرقام زي 5 أسرار ليه؟ هل بيقدموا وعود واضحة بحل مشكلة معينة في العنوان؟ تاني حاجة هي الصور المصغرة أو الثامنيلز. نركز في الألوان اللي بيستخدموها، هل بيحطوا وشوش عليها تعابير قوية؟ هل الكلام اللي عليها قليل وواضح ويتشاف من بعيد؟ تالت حاجة نوع المحتوى نفسه، هل هو فيديوهات تعليمية ولا بيحكي قصص ولا الشخص بيطلع يتكلم من الكاميرا مباشرة؟ وأخيرا العنصر الرابع، وده بقى حكايته حكاية. التعليقات ده الكنز الحقيقي اللي بتكلم عنه بجد. لازم ننزل ونقرأ الناس بتكتب ايه، نشوف ايه الأسئلة اللي بتتكرر تاني وتالت، ايه المشاكل اللي بيشتكوا منها ومحتاجين لها حل. يعني ممكن تلاقي تعليق بيقول شرحك رائع بس يا ريت المرة الجاية تتكلم عن النقطة الفلانية لأني مش فاهمها. دي مش مجرد ملاحظة عبرة، دي فكرة فيديو كاملة الجمهور بيطلبها بالاسم. كل سؤال في التعليقات هو فكرة فيديو مضمونة النجاح ومستنية اللي يعملها. دلوقتي وصلنا للخطوة الثالثة، ودي يمكن تكون أهم استراتيجية في الموضوع كله لأنها بتكشف كل الأسرار. بعد ما فهمنا ال4 عناصر اللي هنبص عليهم، هنستخدمهم كعدسة مكبرة عشان نعمل مقارنة ذكية جدا جوه كل قناة من ال5 اللي اخترناهم. المقارنة دي هتورينا الفرق بين النجاح والفشل بشكل عملي وواضح جدا. اللي هنعمله بسيط قوي، هندخل على قناة المنافس ونفلتر فيديوهاته حسب الأكثر شهرة أو popular، ونشوف أكتر فيديو جاب مشاهدات في آخر 6 شهور، وفي نفس الوقت نشوف أقل فيديو جاب مشاهدات في نفس الفترة، ونحط الاتنين كده جنب بعض. وهنا بقى نسأل نفسنا السؤال المهم، ايه اللي عمل الفرق ده كله؟ نبدأ نحلل الفيديو الناجح والفيديو الفاشل باستخدام ال4 عناصر بتوعنا. هل الفرق كان في العنوان؟ طب بص كده على الصورة المصغرة بتاعت ده وبتاعت ده. الفرق، هل نوع الموضوع نفسه هو اللي فرق؟ الإجابة على الأسئلة دي هتدينا وصفة النجاح على طبق من ذهب. في الآخر كل الخطوات اللي فاتت دي بتوصلنا لخلاصة واحدة، لمعادلة كده نقدر نسميها معادلة النجاح الذهبية. المعادلة دي هي اللي هتورينا مكاننا فين بالظبط وسط الزحمة دي كلها. والفكرة هنا مهم قوي نعرف إنها مش تقليد أعمى أبداً. المعادلة دي بتقول إيه بقى؟ بتقول ببساطة نجاح المنافس في موضوع معين ده دليل قاطع إن في طلب وجمهور كبير للموضوع ده. أما بقى نقط الضعف اللي عنده أو الثغرات اللي في محتواه دي هي الفرصة بتاعتنا إحنا عشان نلمع. يعني الهدف هو إننا ناخد المواضيع اللي عليها طلب ونقدمها بأسلوبنا ونغطي النقط اللي هم وقعوا فيها. فالسؤال الأهم اللي كل واحد فينا لازم يسأله لنفسه بعد كل التحليل ده هو إيه الفجوة اللي أنا هسدها؟ إيه اللمسة المختلفة اللي هقدمها عشان أسيب بصمتي في المجال ده؟ كده خلصنا فيديو النهاردة.
لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.